نفسك تسافر تلف العالم او حتى تصيف في المالديفز، العالمين، لكن في الاخر ولا هتصيف ولا هتعمل اي حاجة وتفضل قاعد مكانك كده. بس ايه رأيك لو سافرت المرة دي رحلة مختلفة؟ ايه رأيك لو سافرت عبر الزمن؟ السفر عبر الزمن هيفضل دايما سؤال محير العلم والعلماء، وهيفضل بين الحقيقة والخيال. وعلميا الزمن من أعقد الأمور اللي ممكن أي شخص يقدر يفسره. فكرة إنك بس مش تفسره، لا ده كمان تسافر عبر الماضي أو المستقبل. فكرة أشبه بالخيال العلمي جدا. هتلاقي واحد طالع يقول لك كده، طب ما أنا بقدر أسافر عبر الزمن وبسرح في دماغي وذكريات بقى وقعدة ما بعد الساعة 12 بالليل والدنيا دي. ما علينا. أحب أقول لك إن فكرة السفر عبر الزمن اللي إحنا بنقول عليها أكبر بكتير جدا من فكرة الذكريات اللي في دماغك دي. إحنا بنتكلم عن تواجد الإنسان وسفره فعلا بجسمه في مكان تاني، سواء للماضي أو للمستقبل. وفي بقى قصص كتيرة جدا دارت حوالين الموضوع ده وانتشر قبل كده في مجلة ميرور البريطانية خبر بيقول وإن في واحد جاي مسافر من المستقبل، وإنه يقدر يسافر عبر الزمن، وإن هو جاي من المستقبل يحذرنا، وإنه أصلا لسه ما اتولدش، وإن لسه تاريخ ميلاده 3258 ميلادية، وقرر يسافر عبر الزمن عشان يحذرنا بإن في حروب كتيرة جدا بين البشر هتدمر العالم كله، وإن الزمن اللي جاي منه فيه عدد قليل جدا من الحيوانات، زائد إن مفيهوش أي أشجار أصلا، وإن البطاريات اللي فيه بتشحن بالطاقة الشمسية. وبيقول إن العالم اللي موجود فيه روبوتات كتيرة جدا وبتقدر تتعامل مع بعض زي البشر بالظبط. وبيقول الراجل ده إنه ضحى بنفسه وساب العالم اللي هو فيه عشان يجي يحذرنا من اللي هيحصل في المستقبل، وقبل برضه ما العالم ينتهي. لو جينا بقى للعلم هنلاقي إن الحاجة الوحيدة اللي بتدعم نظرية السفر عبر الزمن وهي نظرية النسبية لإينشتاين. تعالى بقى يا سيدي نحاول نفهم النظرية دي. اينشتاين كان مهتم جدا بعامل الزمن، وكان معتبره حاجة أساسية في تفسير كل الظواهر العلمية. وقال اينشتاين إن الزمان والمكان وجهين لعملة واحدة، وإن أقصى سرعة ممكن تسافر بيها عبر الزمن هي 300 كيلو متر في الثانية الواحدة، وإن الضوء هو أكتر حاجة ممكن توصل للسرعة الفائقة دي. وباختصار كده يا سيدي نظرية النسبية بتقول لو عايز تسافر عبر الزمن إن سرعة الجسم توصل لسرعة الضوء، ساعتها يقدر يسافر عبر الزمن. لكن أي جسم ليه كتلة مستحيل حتى يقرب من السرعة دي. يعني نظريا نقدر نسافر، أما عمليا لا. لكن كده تخيل لو أنت قدرت تسافر عبر الزمن، والغريب إن الوقت هيكون بطيء بالنسبة لك لو جيت تسافر وأنت سن 15 سنة في مكوك فضائي، والرحلة دي قعدت 5 سنين بالظبط، ورجعت بعديها كوكب الأرض المفروض يكون سنك 20 سنة، لكن أبناء جيلك هيكون سنهم 65 سنة. وده بسبب إن الوقت عدى عليك ببطء جدا عكس الوقت اللي عدى عليهم هم، وإنهم اتحركوا بره السرعة الفائقة اللي أنت اتحركت بيها. وبعد اللي فهمت عن السفر عبر الزمن ده، لسه حابب تسافر عبر الزمن؟ ولو قررت هتسافر للماضي ولا المستقبل؟ كنت معاكم محمد فرحات في ولكن. سلام.